في شوية أفكار كلنا عارفينها ومصدقينها وبالنسبة لنا كمان مسلمات، بس الحقيقة إن هي مجرد أكاذيب وخزعبلات. بيقول لك السكريات بتخلي الأطفال تهايبر وتتنطط في كل مكان، بس الحقيقة إن مفيش ولا دراسة أثبتت إن السكر ليه علاقة بالموضوع ده. وسنة 1995 دكتور اسمه مارك وولف جمع نتائج أكتر من 16 دراسة، ولا دراسة فيهم أثبتت إن السكر ليه علاقة بالنشاط عند الأطفال. وحتى الأطفال اللي عندهم ADHD أو فرط الحركة السكر ما بيأثرش عليهم أي تأثير. يمكن السكر فعلا ليه علاقة بتسوس الأسنان أو ليه علاقة بالسمنة، بس ملوش أي علاقة بزيادة النشاط عند الأطفال. الجزر بيقوي النظر. القصة دي بدأت في الحرب العالمية الثانية. الحكومة البريطانية طلعت إشاعة إن هم عندهم طيارين عندهم نظر قوي جدا بسبب إن هم بياكلوا جزر كتير، بس الحقيقة إنهم كانوا بيخفوا إن هم عندهم جهاز رادار جديد بيكشف الطيارات الألمانية. ومن بعدها انتشرت عالميا فكرة إن الجزر بيقوي النظر. البرق ما بيضربش مكان مرتين. الحقيقه بقى ان البرق ممكن يضرب المكان 600 مره، واكبر دليل على كده ان برج ايفل بيضربوا البرق من مره ل10 مرات سنويا، وتمثال الحريه بيتعرض للبرق من 600 ل 1000 مره في السنه.